أهلا بيكم وموسم جديد من برنامج فار على الفطار. في الموسم الثاني من فار على الفطار هدف البرنامج تصحيح مفاهيم أو عمل مقارنات بشكل سليم، كمان حل مسألة أو جدل بين طرفين مختلفين. ضيف الموسم ده ممكن يكون رياضي، فنان، ممثل، منتج، إعلامي، رجل أعمال أو عالم. ضيف الحلقة النهاردة الإذاعي الأستاذ مجدي كامل. التين الشوكي بيطلع بشكل تلقائي على فكرة يا جماعة، محدش بيزرعه. صلاح من الحاجات اللي طلعت في أرض مصرية، طبائع مصرية، أخلاقيات مصرية، جدعنة مصرية، لكن محدش يعني ليه فضل على ده. احنا يعني كلمة فضل هنا ممكن ترجع لأنه حد ساعده إنه يخرج يحترف، لكن فكرة صناعة صلاح إن احنا قدمنا منتج جاهز خدوه بره وبدأوا يستخدموه على طول، لا ده غير حقيقي. صلاح خرج بالصدفة زي لعيبة كتير جدا عندنا خرجت بالصدفة، احترفوا بعضهم نجح وبعضهم ما نجحش، ده موضوع تاني بيرجع للشخص نفسه وقدرته وقوته وقدرته على الاستمرار وتحقيق هدفه. إذن هو مش، ما نقدرش نقول هو مصري، ولكن هو صنع نفسه بنفسه وبنى نفسه بنفسه، لأنه مش خارج ضمن استراتيجية محطوطة عشان خروج اللاعبين. يعني مش التجربة السنغالية اللي بقى فيها دلوقتي عدد من المحترفين في فرنسا أكتر من عدد البرازيليين. يعني السنغال عندها كم من اللاعبين السنغاليين في فرنسا بيلعبوا في فرنسا أكتر من عدد المحترفين البرازيليين. أنا بلاحظ حاجة، إنه الناس لما حد بيجي يدافع عن صلاح دلوقتي بيبقى فيه رد فعل غريب جدا، انه بهليل صلاح، طب احنا ما تيجوا نسجد له بقى، كلام مبالغ فيه. فكرة انه صلاح نجم غير اعتيادي ده حقيقي، فكرة انه نجم لازم يتدلع بالمعنى الحرفي البلدي، لازم يتدلع، ده امر طبيعي. النجوم كلها بتتدلع، مارادونا كان بيتدلع، ميسي بيتدلع، رونالدو بيتدلع، صلاح نفسه بيتدلع في ليفربول. شوفوا المدرب بتاعه بيعامله ازاي، معاملة خاصة. محمد صلاح له معاملة خاصة في ليفربول، فما ينفعش صلاح اللي بيتعامل معاملة خاصة على مستوى العالم، وده واقع. هو مش بيتعامل معاملة خاصة عشان على راسه ريشة، هو بيتعامل معاملة خاصة لأنه يستحق هذه المعاملة الخاصة. انت عندك حد عنده ميزة لازم ياخدها، هو كمان عارف ميزة نفسه. زي ما حصلت مشكلة في بداية حياة صلاح الكروية لما كان بيجي وكانت الناس بتهجم عليه، وطلب في وقت من الأوقات إن يبقى عنده حارس خاص عشان يبقى فيه نوع من أنواع الحماية، وليفربول نفسها طلبت هذا الطلب. فاحنا طبعا اتشلنا واتهبدنا، مغرور، عايز حارس خاص، أصله مش زيه زي الباقيين. الواقع إنه مش زيه زي الباقيين، وإن صلاح لو راح السعودية، لو راح ألمانيا، لو راح فرنسا، لو راح أي حتة في الدنيا، الجماهير هتهجم عليه وهيبقى في حصار عليه، ولازم يبقى له حارس خاص. لازم نفهم إن إحنا عندنا نجم، وما يبقاش عندنا حساسية إنه بما إنه عندنا نجم لو عمل يمين كده أو شمال كده نقعد نقول إيه بقى؟ لا 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 لا، ده اتغر، ده لازم ياخد على دماغه، ده إحنا لازم نربيه، حسام حسن لازم يجي يربيه. محدش هيربي محمد صلاح، لأنه محمد صلاح عدى هذه المرحلة. صلاح وعمر الشريف، صلاح حقق نجومية عدت الكل. الكورة في مصر أهلي وزمالك، والباقي مفروض إنهم يعني بيلعبوا أدوار صغيرة في الفيلم. في لعيب بيبقى زملكاوي جدا وبعد كده بيروح يلعب في الأهلي فبيبقى أهلاوي. محمد صلاح النهارده وكالات الأنباء بتتكلم بتقول إيه؟ عنده مشكلة مع بلده، وبعد ما يمشي صلاح هتقعد فترة كبيرة جدا تحلم بأيام صلاح.